دلوقتي خلصنا جولتنا في الكورنيش بجد. تعبت قوي واحنا تحت عمالين نلعب ونتنطط مراجيح. اطلعي يا جوليا لسه بدري. لا انا خايفه هنزل. اقعدي هناك تعدي الحقيقه اللي فوق. دلوقتي انا هجرب الغريبه اللي هناك دي. انا مش عارفه ايه هي. انا ينفع الم شعري؟ هلم شعري يا جماعه دلوقتي عشان انا فعلا حرفيا شعري اتدخل. نشوف الزحليقه الغريبه او النطاطه العجيبه دي. يلا قاعدين بس معلش ثانية. يلا اي شوفوا المكان هنا حلو قوي والصوفي بتاعه كده. ينفع نمشي بس استني ثواني عشان الموبايل بس. واو وهنا نطلع من نفس البتاعة برضو بتاعت البهلوان ده. هضربه. في هنا برضو سلم. تعال نطلع ونشوف اللي هيجري. وطلعنا انا هحاول اطلع من هنا.
فادي فين بقى؟ اكيد جوه بيضرب في البهلوان. عملنا تمارين قاسيه، احنا لازم نطلع. هشمر حاول تاني. لازم نطلع مع السلم. تعالوا نجرب كل الالعاب بعدين نلعب على واحده. بصوا يا جماعه فادي جه. بصوا خد يا ماما. ياهو ياهو. يلا نشوف بتاعة الروبوت. يلا بينا. يلا يا فادي. اهلا 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 اهلا. دلوقتي هنروح بتاع الروبوت. يلا بينا نشوفها. يلا يا فادي. يلا نطلع. في شوية عقبات هنا بتواجهنا. تعالي كده نحاول نتوريها. يلا نتجرب. تعالوا نشوف ايه هي العقبة التانية. تعالوا ندخل على التانية. تعالوا ندخل على التانية. يلا على اللي بعدها. هيا هيا. تعالي كده. دلوقتي هنطلع على الكمبيوتر. تعالي من هنا يلا. يلا من هنا. هنطلع على السلم. بعد ما اطلع على السلم لف وريهم لما انا نزلت. يلا. فاضل لنا دي اللي ما جربناهاش. يلا تاني شوشو بسرعة يلا. شايف يا ناس شوشو، شوف البنات كلها بتلعب ازاي. برافو شوشو برافو. Playing games.
واحدة بدأ 50 مليون. مش هينفع تلعب هنا السنة دي. يلا يا حمزة بسرعة عن تعالوا يلا بينا. يلا يا فادي. ودلوقتي يا جماعة اقدر اقول لكم باي باي لان وقت اللعب خلص. باي. ازيكم يا صحابي عاملين ايه؟ ان النهارده انا وماما جات لنا فكره عبقريه بجد جميله قوي وكمان ممكن تنفعكم انتوا كمان. تعالوا نشوف هنعمل ايه. رحبوا معايا بماما. اهلا يا ماما. ازيك يا جوجو عاملة ايه؟ انا كويسه الحمد لله. النهارده يا صحابي هنعمل فكره جميله وبسيطه وممكن تتعمل في اي بيت عادي وهي فكره كتاب مصور. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل او ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها وايه جوجو. اللوازم اللي احنا عايزينها. جوجو فكرت ان هي تكتب كتاب، فحبينا ان هي تكتب الكتاب بس يكون عليه صور جذابة كده عشان الكتاب يبقى قيم ويبقى جذاب للعين. بس يعني هي تعبت قوي عقبال ما جهزت الفكرة. احنا تعبنا فعلا جدا جدا فيها. وكمان نزلت اشوف لها مطبعة علشان تعرف تخرب الكتاب ده، بس الساعة 11 بالليل وما لقيتش بصراحة، لقيت المطابع قفلت عقبال ما طلعت الصور دي من على النت. وبعدين بقى هي اتألف القصة وكده، ف لا فخدت مجهود جامد. فأتمنى ان هي القصة دي تبقى حلوة ومبهجة وتلاقي صدى حلو وتكون أكبر كاتبة إن شاء الله. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الصوره دي احنا بنكتب الكتاب عن اي حاجه احنا عايزينها. انا فكرت ان انا اكتبه عن يعني الفراعنه ومصر واللغه الهيروغليفيه الحاجات دي كلها. فانا قعدت ادور بجد كتير قوي على النت عقبال ما لقيت رسومات تكون كلها يعني نفس البنت بس بتعمل حاجات مختلفه. مره معاها حيوانها، مره هي ملكه، مره هي واخواتها، مره هي وباباها. بجد تعبت قوي عقبال ما لقيتها. فهي دي البنت بتاعت قصتنا. وزي ما انتوا شايفين كده احنا الاول طبعنا جبنا الصورة من على النت او من اي مصدر. هي كانت بجد انا تعبت قوي في تصويرها. فبعد ما جبناها حطيناها على ورقة بيضة كده وعملناها عليها، ولسه لو عايزين نلزقها بشمع برضو هنلزقها بشمع. وجبنا برضو صورة وكمان اخوها معاها يعني اختها واخوها. وكمان دي صورة ليها هي تاني. ومثلا هي اخضر كده وجميل. نقول مثلا عن الالوان وان الالوان جميله وازاي الالوان الخضراء وحواليها كده. اشهر نبات في مصر في الوقت ده. بس ده بصوا هي ده تقريبا مش عارفه يا اما نبات بردي نبات البردي او زهره لوتس او مش فاهمه قوي. ده زهرة اللوتس وده نبات البردي. اللي يعرف يقول لنا في الكومنتات ايه ده. وهنا برضو دي من اشهر الحيوانات في الوقت ده كانت القطط. وكان القط الفرعوني ده الاسم القط الفرعوني كان من اشهر القطط المعروف في الوقت ده. شايفين يا جماعه. فاحنا صورنا شويه صور. احنا ازاي هنعملها وكمان صورنا حاجات كتيره من زي اشهر الصور. طبعا حاجه في العصر الفرعوني كانت الاهرامات وابو الهول اللي احنا لسه لحد دلوقتي بنفتخر بيهم. يعني فاحنا تعبنا قوي بجد قبل ما صورناهم. ودي الصوره دي بتاعتها وهي بتغني لان كان الموسيقى والغناء من اشهر الحاجات المعروفه عند الفراعنه. فبجد احنا حاولنا نصور اكبر قدر من الامكان من الصور. ودي اشهر ودي معابد كمان. اشهر المعابد في الوقت ده.
وكمان الفراعنة كانوا مشهورين بالخيل والعربات الحربية والصيد، فكانوا مشهورين في الجزء ده قوي. فدي من اشهر الحاجات اللي كانت موجوده. طيب لا، ازاي بقى؟ والاحلى كمان الحاجات يا جوجو، استني، كان في كمان الاكلات. انت عارفه ان الاكلات عند المصري القديم كانت ده في شم النسيم ده. كان في تقريبا. تعرفي ان هم كانوا بيحبوا البصاره والعدس بقوليات والبيض يعني. والبيض والسمك، كانوا بيحبوا السمك جدا. وكمان من كانوا بيحبوا البط. كل الحاجات دي كانت مشهورة عند المصري القديم، فهتلاقوها برضو في الكتاب بعجوج. طيب ازاي بقى هنعمل فكرة الكتاب؟ انا فكرت فيها كتير، وصلت للفكرة ان انا بصوا، ماما اللي اخترعت الفكرة واحنا الاتنين يعني كملنا مع بعض. احنا دي اجندة، بس هي اجندة قديمة، فاحنا رحنا حشنا منها الورق اللي فيها عشان احنا مش بنستخدمها، فهي بقت فاضية قدامنا زي ما انتوا شايفين كده. طيب احنا بجد فكرنا فيها كتير، ورحنا غلفنا من ورا بني كده على شبه اللون اللي هو لون البرونز. يعني هو بني برونز على لون الاجنته نفسها. فاحنا عايزين نحط صورة من قدام، وهنحط الصورة دي صورة الملكة، البنت الفرعونية دي. البنت الفرعونية. ممكن نسمي الكتاب ايه تفتكري؟ مغامرات فتاة فرعونية. بصوا انا مش عارفة يعني، او اسرار الفراعنة مع جوجو. فتعالوا نتعلم ونعرف حاجات كتير عن الفراعنة في الفيديو ده. وانا عايزاكم كمان تكتبوا لي في الكومنتات نسمي الكتاب اسمه ايه، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هنجيب الصور اللي احنا طبعناها وهنطبعها على حسب طبعا الحجم بتاع الغلاف بتاعنا. وقصينا الورق برضو على وجبنا طبعا ورق ابيض عادي، بس هو بيبقى اكبر من الورقة طبعا بشوية. بس احنا قصيناه برضو عشان يبقى في نفس حجم الكتاب، عشان يبقى ماشي فاحنا مع حاولنا حجم الكتاب. احنا قعدنا نقص فيه لحد ما بقى في الحجم ده. فاحنا بعد ما يعني بصوا انا هعلمكم. بتجيبوا الورقه كده، دي احنا عملناها خلاص، دي الصفحه اللي في القدام. هنجيب الورقه دي كده مثلا، وهنحط الصوره التانية اللي هي بتاع اخوها واختها، ونروح نلزقها كده مثلا في النص ما بين الورقه، فهتبقى الورقه اكبر منها. فاهمين الشكل؟ برضو هجيب دلوقتي مسدس الشمع، وهبدأ اوريكم هنعملها ازاي. بص، الاول بنكون مسخنين من قبلها مسدس الشمع. هنروح اجيب مسدس الشمع. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا بكمل الفكره كده. هنبدا بقى عشان نبدا نصنع الكتاب. هنجيب الورقه بتاعتنا البيضاء، وطبعا زي ما احنا عارفين بتبقى على مقاس الاجنته او الغلاف بتاع الكتاب نفسه. وبعدين هنبدا نجيب الصوره بتاعتنا، وهوريكم تلزقوها ازاي على الورقه البيضاء. الاول بنجيبهم اهو، قبل ما نحط عليها الشمع او اي لزق هنلزقه. بنشوف الاول كاننا بنحدد اهو كده، ونشوف هتبقى ايه عامله ازاي. بعدين نحاول نظبطها على قد ما نقدر اهو كده، اهو مثلا مظبوطه كده. نحاول بقى نحط حواليها كده اهو مثلا. نقط بس يا جوجو، مش كتير. لا مش اطار كده يا جوجو، كل صفحة فيها نقطة، كل تحت الصفحة كده. احنا نلزق الحتة اللي احنا حطينا فيها. انا كمان يعني السنة اللي فاتت لقيت مقابل اللي انا عملته، لقيت ان انا فعلا بقيت مركز، طلعت التاني على محافظة بني سويف. انا السنة دي بقى نفسي اطلع الاولى على محافظة بني سويف، واتصفى في اللي على الجمهورية يا جماعة. فبالنسبة لي طموح وحلم كبير. انتوا كمان امسكوا في طموحكم، امسكوا في احلامكم، ما تسيبوش ابدا. انا كمان اللي شجعني زي ما انا قلت لكم ان انا لقيت مقابل. طب ايه هو المقابل؟ ان انا لقيت اولا دعم وتشجيع من المدرسة يا جماعة ادتني ميدالية، وكمان ادتني شهادة تقدير. انا بجد المسابقة دي لما فزت بالمركز التاني على المحافظة خدت شهادات، وكنت بتكرم، وكنت كأني كده قدوة وحد محترم كده يا جماعة. بجد ان انتوا تفوزوا في حاجة دي حاجة جميلة قوي، وان انتوا
كمان تمسكوا في حلمكم، دي حاجة اجمل بكتير. وكمان انا لقيت دعم من المسابقة نفسها، بان هما يا جماعة سافرنا مصر واتكرمنا هناك، وكمان ادونا الميداليات دي يا جماعة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ انا اشك ان هي دهب بس ما اعتقدش، بس مهما كان مش هفرط فيها يا جماعة. شايفين جميلة قوي. نفسي احصل اختها التانية، يبقوا 2 يبقوا 3 بقى، دي ودي وبتاع واللي زي دي التانية. يا جماعة انا عن نفسي بحاول على قد ما اقدر اني اخلصهم. انا بكرة يا جماعة عليا امتحان، وكمان عليا اني احفظ كل الجوازات دي. انا حد تاني، لو حد تاني كان هيقول لا انا ما هعملش، انا ما هحفظش، انا لسه قدامي امتحان، اعمل ايه يا ربي؟ مش هعرف اعمل حاجة. لا يا جماعة، امسكوا في طموحكم، امسكوا في احلامكم. لو عندكم اي حاجة، لو عندك امتحان دلوقتي ومش عارف ومش مذاكر اي حاجة، لا ابدأ من دلوقتي، هات الكتاب يلا وذاكر. انت مستني ايه؟ يلا ده بكرة عليك الامتحان، زي ما انا دلوقتي عليا المسابقة ولسه ما خلصتش الجوازات، بقيلي بتاع 4 أو 5. كل دي حاجات عليا. لا، امسك كتابك، هات قلمك، ذاكر، وهتلاقي نفسك خلصت مذاكرتك على طول. المهم يا جماعة تدعولي بكرة عشان المسابقة. انا يا جماعة بأكد عليكم تاني، انا مش هسيبكم، هاخدكم معايا بكرة، هوريكم وانا طالعة حتى من باب المدرسة ورايحة مع المشرفة بتاع المكتبة ومع ماما، ورايحين هناك هخليكم تشاركوني كل لحظة، وهديكم دعم وطاقة إيجابية. ادوا نفسكم طاقة إيجابية، هتلاقوا نفسكم مش متضايقين من حاجة، حتى لو هي حاجة صعبة عليكم هتلاقوها سهلة جدا. المهم ان انتوا لو في حلم في دماغكم ما تضيعوهوش وتقولوا ده صعب، زي ما انا فعلا كنت بقول المسابقه دي صعبه ومقدرش افوز بيها ابدا. لا، شويه بشويه بتبدا تفوز، شويه بشويه، مركز بمركز، لحد ما تبقى المركز اللي انت نفسك فيه. فعلا يا صحابي لازم ندي نفسنا طاقه ايجابيه مش طاقه سلبيه. مهما الناس قالوا لنا انت صغير، انت قصير، انت مش بتعرف تعمل حاجه، انت مش بتذاكر، ده انت فاشل، ده انت مش عارف ايه، لا يا صحابي احنا نتجاهل كلام الناس جدا. ما انا كان ناس كتير تقول لي انت صغيره مش هتقدري تعملي كده، مش عارفه ايه، كل الحاجات دي. لكن ان انا لقيت دعم من الناس اللي حواليا، ده اداني طاقه ودعم كمان من كل اصحابي. وممكن كمان يا مشاركيني انا كمان بديكم دعم زي ما انتوا بتدوني دعم، وصلتونا للرقم اللي احنا فيه في القناه. انا عايزاكم تشتركوا دلوقتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تبعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم اللي في الامتحان او مثلا عندهم حاجة او في ضيقة، هما يبقى عندهم طاقة ايجابية زي ما انا دلوقتي كان عندي طاقة سلبية، ولما اتكلمت معاكم بقى عندي طاقة ايجابية، وانتوا كمان دلوقتي عندكم طاقة ايجابية. يلا كلكم دلوقتي قوموا خلصوا مذاكرتكم وحاجاتكم، وفي اخر اليوم ممكن تقعدوا تتفرجوا شوية وبعدين تناموا. يلا باي باي يا صحابي. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا دلوقتي دخلت التصفيات ماشي، وتصفيات المديريه بتاعه المسابقه بتاعه تحدي القراءه. انا دخلت وطلعت. بصوا يا جماعه انا مبسوطه. فين الجوازات يا ماما؟ شايفين يا جماعه جوازات كتيره وماما كمان معايا. بص انا النهارده استأذنت، النهارده يعني جيت مع جوليا مخصوص علشان ادعمها وعلشان افرحها علشان هي تستحق. ممكن كمان انتوا ولادكم هتلاقيهم بيعملوا حاجات حلوه. بدل ما تعيش الحياه مره واحده عيشها مرتين، عيش سن ابنك وكمان عيش سنك، فجربوا حاجات جديده وعيشوا الحياه بطريقه مختلفه واجتهدوا. فالاحلام دايما بتوصل الحقيقه، والحقيقه اولها كانت احلام. فانا النهارده مع جوليا في مسابقه تحدي القراءه، مبسوطه جدا ان هي عملت اللي عليها، ومبسوطه كمان ان انا موجوده معاها وفرحانه جدا بيها. وعايزاكم تدعموا جوليا علشان ان شاء الله الحلم هيبقى حقيقي. ايوه دلوقتي يا جماعه نقدر نقول لكم باي وكده، خلص يومنا. اشوفكم بقى بعد ما النتيجه تظهر. باي باي. يا جماعه احنا جينا عشان نختار الخرز. بصوا في خرز ورده شكله حلو قوي، انا اخترت شويه دول، شايفين؟ في هنا في ورده اللي هي كل الالوان، وفي ورده اللي هو مثلا لون واحد بس. ودلوقتي انا هختار من اللي هي السلسله اللي هي بتاعت بس انا عايزه واحده صغيره. انا بدور. بصوا هما حاسه ان هما كبار بس برضه اشوف. مش عارفه يا جماعه ساعدوني. طب نشوف حاجه غيرها دلوقتي. تعالوا نشوف. لا في الفراشه دي كمان قوي. تعالوا بصوا هنا.
شايفين الفراشة دي حلوة قوي، ينفع اجيبها؟ ناخد يا جماعة فراشة البشير. هو يا جماعة في منها الأصغر، بس في هنا حاجات كتيرة قوي. أنا هاخد الفراشة الفشة دي معاهم. أنا عايزة اخد شوية برضو من اللي هما الصغيرين اللي هنا دول. لون تعجبك يا جوجو؟ ناخد لون مش اسود، في اسود. ناخد اسود اه شوية. هنا يا جماعه المحل فيه حاجات حلوه جدا، وكمان الخرز بتاعهم حلو قوي، في اشكال جميله قوي، ممكن دي تختاري منهم. ناخد المحل شوية اسمه ايه؟ أسود وأبيض. فتافيت. فتافيت. بس بصوا كل الحاجات اللي موجوده فيه حاجات حلوه قوي، يعني تقدروا تختاروا اللي انتوا بصوا يا جماعة، كمان اخترت شوية من الأخضر ده، لونه مناسب قوي مع لون الكم بتاعي. ممكن ناخد منه كمان. ناخد كمان شوية من في أبيض. في ابيض. في ابيض هنا. أبيض. شايفين يا جماعة اللون الأبيض حلو قوي. الدرجات هنا يا جماعه تحفه جدا، شايفين البينك ده بدرجاته، والابيض ده، ففي هنا تدريجة الالوان كلها. في كمان يا جماعة هنا الذهبي اه والأبيض وكل الالوان بتدريجتها. بصوا يا جماعة الأورنج كمان ده مطرقع قوي. شايفين الدرجات بتاع الاخضر دي، يعني في الاخضر مثلا الدرجه دي، شايفين يا جماعة شكله حلو قوي برضو. وفي الاخضر الدرجه دي. بس انا اخترت الدرجة اللي انا عايزاها خلاص. في الدرجه دي. فبصراحه بصوا، كل اللي بيحب الخرز هيلاقي هنا في المحل ده، يعني درجات الالوان تحفه هنا. كمان يا جماعة بفكر اخد فوشيا. فوشيا. في الفوشيا بدرجات هنا يا جوجو. شكرا. شايفين يا جماعة البامب ده حلو قوي. البامبا ده حلو جدا. شايفين اللون تحفه. يليق قوي بقى مع اخضر كرموزي كده. ده اللي انا واخداه ده. ناخد برضو من الفوشيا. شايفين احنا جايين نبضل. بصوا يا جماعة الوانهم حلوين قوي. تعالوا نشوف بقى لو في اشكال وحاجة برضو. بصوا ناخد من ده. جوجو ده الحاجة الكسر، اتفرج برضه عليه عشان لو عايزة تشوفيه. اهو ده ايه ده بقى؟ ده هتعمل زي الزلط كده حاجة. حاجات زي الحاجات دي، حاجات يدوية صح؟ شغل يده برضه، بيعملوا انسيالات سلاسل. ده اللي هو الحجر الكسر. في عندي النجوم. ممكن برضه نتفرج عليها. بصوا يا جماعة المحل هنا في حاجات يدوية تحفة والوانها جميلة جدا. هو فعلا المحل صغير بس في حاجات تحفة، يعني ممكن ما تلاقوهاش بره، واسعارها هنا حلوة جدا، وكمان فيها الوان حلوة قوي. شايفين يا جماعة الوان مش هتلاقوها في اي مكان تاني. وريني جوجو اللي هناك ده كده، اللي هو الالوان الفاتحة. جامايكا، اللي هو ايه بقى الجامايكا ده؟ شغل الربر اللي هو برضه بيعملوا انسيالات سلاسل. شايفين يا جماعة الحاجات دي انا زي بحبها كده. جدا. سلسلة بيتعمل حلق، بيركب في الحلقة اللي زي كده. شايفين بيركبوها في الحلقة ده. بيبقى الحلقة نفسه بالاشكال دي. انا شايفه عاملين حاجات لفوانيس رمضان برضو. ورينا كده الحاجات اللي هي اليدويه. بصوا يا جماعه عندهم حاجات هنا يدويه تحفه. شايفين حاجات رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين. حاجات جميله، حاجات يدويه. شايفين كمان فوانيس بالخرز. ورينا الفوانيس دي برضو نعرضها. شايفين في فوانيس بالخرز، في صغيره. شايفين في الفانوس الاحمر ده، في الفانوس اللي هو الذهبي ده جميل. بونبونيرة. بونبونيرة. الله حلو جدا يا جماعه. على فكره الحاجات دي بتعيش عشان حاجات يدويه، فبتعيش يعني. شايفين يا جماعه الوانها كده حلو قوي. ده ما بيروش حاجه. يعني حاجه تمنها فيها زي ما بيقولوا. حلو قوي كمان. طبعا بيركب له واحده وبيغني ده بصوا ده يمشي مع اللي لابساه جوجو. امسكي كده يا جوليا. بصوا حلو قوي. شايفين شكله جميل قوي. في الحاجات اللي هي اليدويه اللي هنا دي كمان حلوه قوي.
يعني زي كده بقى حامل الموبايل. اه حلو حامل الموبايل ده، في كل حاجه. حلو قوي. في كمان اللي هي الحاجات اللي بتبقى بتركب في الحلقان، هي ايه الحاجات دي بقى؟ كفيه. اه اه دي اللي هو بيتحط في الحلقه. شايفين يا جماعه اه دي اللون اللي ده هي حلو قوي. الحلقان اساسا، الماده الخام بتاعتها صح؟ اه شايفين كمان في حاجات خشب. الحلقه، توريني الحلقه كده اللي هي ممكن اللي هو ده يعني ممكن تيجي اللي ممكن تاخد على الحلقه ده. اه بيبقى على قد الحلقه بقى وتقص. على قد الحلقه بتركبيها وتقص. بيبقى حلو قوي يا جماعه. يعني هتجيبوا كل حاجه. انا عايزه اخد من الربر ده. اللي هو انه الربر. الربر اللي هو ده. ده كان بايه جوج؟ بعمل فيه أنسية. اه حلو برضه. بصوا يا جماعه النهارده اليوم علشان جوجو احنا عارفين الصبح كنا مع بعض في مسابقه تحدي القراءه، فانا وعدتها ان احنا هنيجي نختار الخرز اللي احنا عايزينه في العلبه. فالنهارده بقى بتنقي شويه خرز كده، بس بصراحه المحل هنا جميل جدا وفي حاجات حلوه. وبصوا في حاجات تحفه، شايفين الاشكال يعني ده بصوا شايفين، وفي حاجات معدن كمان هنا شايفين حاجات تحفه. الله ايه الالوان الخضراء دي؟ الخرز 3 دي اللي بقولها. حلو قوي الخرز ده. شايفين؟ الله تحس ان هو عامل زي البري كده وشكله حلو قوي. شايفين في منه جميل الوان اصفر واخضر وكمان برتقاني والوان فاقعه. امسكي كده يا جوجو وريني ده. شايفين يا جماعه؟ تمسكيها كده تحسي ان انت فرحانه بيها. شايفين كده كبيره كده شكلها حلو قوي، بتبقى جميله قوي في الايدين. كمان الوانها حلوه قوي ومطرقعه وجميله. واو اللون الاورنج ده تحفه يا جوجو. يا جماعه اللون الاورنج ده حلو قوي. اللون الاورنج ده يا جماعه حلو قوي تحفه. يليق. واللون السماوي الله ايه الالوان التحفه دي. يعني كل الالوان داخله. لا انا عايزه اخدهم كلهم بصراحه. وكمان في الله ايه ده؟ اللون الاحمر. بصوا يا جماعه الاحمر ده عامل زي الاحمر العنابي اللي هو احمر ايه شكله تحفه. الالوان بتاعتهم بصوا اجمل حاجه هنا في المحل الالوان. بصوا الاورنج، شايفين الاورنج عامل ازاي؟ شايفين الاورنج اهو. شايفين كمان بقى مثلا مش بيحب الكبير ده او مثلا بيحس ان هو كبير قوي على ايده، لا في المقاس الاصغر منه كمان. شايفين؟ بصوا يا جماعه اللون الاخضر ده عامل ازاي؟ اصغر منه كمان. شايفين؟ لا اللون الاخضر بتاعه تحفه. افتحي كده يا جوجو. انا بصوا الجاكيت بتاعي ملائم على كل حاجه بلاقيها هنا. شايفين؟ يعني حتى اللون الاخضر والاورنج والحاجات دي ممكن ما نلاقوهاش كتير، لا هنا هتلاقوها طبعا. شايفين؟ جميل قوي. دلوقتي ننتقل لمرحله ان احنا نشوف الحاجات اللولي. شايفين؟ في ابيض، في الصغير وفي الكبير. انا برضه عايزه اخد من اللولي دي حاجات بسيطه كده. الابيض اوف وايت. دي فتافيت السكر بمقاساته. الله. شايفين يا جماعه؟ حلو قوي. الله على فكره من جوه احلى كمان من ان انت ماسكاه كده. شايفين؟ ممكن تفتحيه ولا وده كمان اللولي الاسود، يعني ابيض واسود. انا عمري ما شفته. شايفين يا جماعه؟ حلو قوي. تحفه بصراحه. الالوان جميله جدا. الوان هنا يا جماعه جميله جدا. بصوا كل اللي بيحب تدريجة الالوان بقى بصوا ايه ده. وفي توك كمان معدن هنا، شايفين التوك المعدن دي؟ لو انتوا ممكن تشتروها وتجيبوا مثلا اي حاجه من هنا تلزقوا عليها مثلا زي الفراشات الحلوه دي. تجيبوا فراشه من الفراشات دي وتحطوها كده. شايفين يا جماعه؟ احلى توكه حرفيا. شايفين؟ في كمان منها مقاس اصغر اهو. شايفين؟ جميل قوي. في منها كل الالوان. استك الحظاظه. الاستك بتاع الحظاظات حتى بصوا بقى حتى الاستك بتاع الحظاظات. بصوا انا يعني بشوف اللي هو الشفاف بس ما شفتش الالوان تدريجة الالوان دي. كل الالوان دي يا جماعه حلوه قوي. ازرق بينك ذهبي موف بصراحه. بصوا اللي هو جوجو بصوا يا جوجو مش عارفه تختار بصراحه ايه ولا ايه في تدريجة الالوان الجميله دي وكل وحاجات المعدن دي حلوه. بصوا يا جماعه دلوقتي انا هاخد شويه من اللون اللي هو الابيض الصغنن خالص ده. شايفين يا جماعه؟ شكله حلو قوي. كمان بيبقى جميل قوي في اللبس لو مثلا مع رابر بامبا. الله حلو قوي. شايفين؟ انا هجيب زي من زي ده بس اصغر شويه. حتى الكبير شكله جميل يا جماعه. انا هجيب بقى الحجم الاصغر منه شويه اللي هو زي ده اهو. بيبقى جميل قوي برضو في اللبس مع الحاجات مثلا رابر بامبا او تحطي معاه حاجات كده بيبقى شكله حلو قوي. ده ايه ده برضو؟ ايه ده الحظاظه؟ خيط بقى مش الاستك. ده بقى حلو قوي. دخلنا في الحظاظه نفسها. شايفين؟ لو هتعملوا حظاظات او كده. عمركم شفتوا بقى خيط في يعني كميه الالوان دي؟ يا جماعه بجد في حاجات
كتيرة كمان. إيه ده يا في جماعة؟ الوان تانية مش خريطة ايه الجمال ده بس. بجد. بصوا، لا اللي نفسه في حاجه يجي المحل ده. شايفين الوان بصوا كتير. كل اللي بيحب الخرز وكل اللي الله، بيحب شايفين يشكل بقى الفوشيا حاجات يا جماعة؟ بالخرز يجي المحل ده. ايه الجمال ده يا جماعه. شايفين كمان اخضر. شايفين اللون، ايه الالوان حتى التحفه دي. الوان بصي يا جماعة، الوان اول ايه مرة ده؟ اشوفها في عمري. شايفين انا عن كمان؟ نفسي ما كنتش عارفه الا اللون الشفاف بس، ما شفتش بقى ولا اللون يعني البينك ولا الاخضر ولا لا الفوشيا اللون ده بقى مش موجود في يعني ولا غير هنا. الذهبي. شايفين ايه كميه الالوان دي يا جماعه. قرمزي وازرق وسماوي حاجات جميلة قوي. بصوا حتى اللون البشراوي ما سابوهوش في حاله. شايفين يا جماعة؟ بصوا يا جوجو اللون الفوشيا ده. شايفين يا جماعة؟ اصفر كمان صريح كده وجميل قوي. كمان في اسود بقى لمحبين الاسود والزيتي. بصوا يا جماعه المحل ده اسمه فتافيت. هتلاقوه في مقبل. فهو في محل تحفه بصراحه، هو صغير بس جميل جدا يعني. هتلاقوا فيه كل اللي انت. بصوا المعدن ده. بصوا ده يا جوجو. بصوا شكل النجمه ده اشكال حلوه تحفه. بصي برضو انا عايزه اخد من اللي هم الاسود دول. شايفين الاسود اللي يعني كل الاطفال. مصري. وعندنا خيط مستورد برايت. واو، بصي يا جماعة الحاجات دي انا لو بعرف اعملها كنت خدت كل الحاجات اللي في المحل. شايفين دي لحد دلوقتي تشكيلة الحاجات اللي جبناها. بصوا يا جماعه الحاجات اللي هي الدباديب دي كمان للاطفال الصغيرين تحفه. يعني بصوا كمان حلوة قوي برضو في اللبس. يعني بصوا، يعني بدل ما الاطفال تشغل وقتها في ان هي تمسك الموبايل، يعني لو جبت علبه، لو حتى عندك علبه في البيت وجبت لهم الخرز بقى وجبتي كده بسطتيها في يوم بنتك ابنك واخترتوا مع بعض شويه اشكال من هنا، يعملوا حاجه مفيده بدل ما يمسكوا الموبايل طول اليوم. لا، يعملوا حاجه بايدهم كده، هيحسوا ان هم مبسوطين ويحسوا ان هم كمان عملوا حاجه طول اليوم. بصوا يا جماعه انا عايزه برضو من ده شويه صغننين خالص كده. ممكن اخد من دول شويه صغننين. شايفين يا جماعه شكل القلوب ده جميل قوي، لونها اسود. بصي يا جوجو الشكل ده عجبني قوي. دبدوب. الدباديب دي لذيذه قوي يعني. مش تبقى حلوه شايفه الالوان دي، الوانها تحفه بصراحه. شايفين يا جماعه تحسوا ان انتوا عايزين تاكلوها. عامله زي الجيلي بصراحه، صح. شايفين جيلي بس ما بينتهيش. شايفين في منه الوان كتير حاجات. شايفين في حاجات زي كده برضو. شايفين حلو برضه الحاجات اللي هي دي. تحس انها كريستال كده. شايفين لكل محبين الفواكه بقى والالوان، تحس ان هو صباع روج. وده تقريبا فراوله. شايفين فراوله جواه. وده ايه اللي جواه بقى؟ مش عارفه بس هو شكله حلو قوي. كمان في منه الموز. كمان شايفين يا جماعه نجم مغناطيس. دي نجمه مغناطيس مثلا للاصحاب او كده. شايفين ترجع تلزق الله تاني. حلو قوي. بصوا يا جماعه انا لقيت القلب التحفه ده لكل الاصدقاء بقى او الامهات. بصوا بيتفتح كده، هو مغناطيس من جوه، فلما بتفتحيه بصوا ترجع يتلزق تاني في بعض. مغناطيس وجميل قوي. بحيث ممكن يا جوجو بصي انتي تلبسي نص وانا البس نص. وحلو للاصحاب كمان يا جوجو، لو كل واحد لبس نص وهي لبست النص التاني. بيبقى شكله جميل برضه قوي في اللبس. واحد منه يبقى حلو قوي. بصوا كمان انا عجبتني قوي الفراشه دي يا جوجو. شايفه الفراشه دي حلوه قوي. شايفين كمان في شايفين الجمال. التعبان ده. شايفين شكله حلو برضه. حلو قوي. شايفين حاجات المعدن اصلا اللي هنا. شايفين تحس ان هي المعدن ده تحس ان هو قيم يعني. ده لو بفكر يا جماعه اجيب لي واحده من دي الفراولايه دي. ايه رايكم؟ بصي الاشكال دي يا جوجو حلو قوي. حلو برضه. في بقى الشمس دي كتير. بناخد الفراشه دي عشان عجباني قوي. في منها على فكره الاصغر. نجيب فراولايه. شايفين نجيب فراولايه ونعمل بيها سلسله. وفي الاشكال اللي هي الصغنونه دي شكل الورد دي ممكن نعمل. شايفين الاشكال اللي هنا برضو احنا ممكن نفرجهم كل الاشكال الجوج. شايفين بصوا بقى معايا دي اشكال معدن اهي. شايفين بقى الاشكال الصغنونه الكيوت دي. في هنا الاشكال اللي هي العيون الملونه دي والعيون كل الاشكال. كمان شايفين الورده دي. شايفين يا جماعه ورده شفافه. الله شكلها حلو قوي. شايفين هنا كمان الفراشات كمان، يعني في فراشات كمان. شايفين مش بارزه بقى، مرسومه
شكلها حلو قوي يا جماعه. في كمان اللي صغننه خالص خالص دي، شايفين صغيره قوي يا جماعه قوي. في منها كل الالوان تقريبا. دلوقتي بقى يا جماعه خلاص خلصنا وبقينا بنحط باقي الحاجات. شايفين جبت من اللي هي دي برضو بيبقى شكلها حلو قوي برضو في اللبس. فاضل بقى نجيب خيط وخلاص. ولو هنجيب حاجه تاني او كده مثلا نحطه ده معاها. شوف نجيب، انا عايز اجيب الالوان دي برضو تاني. نجيب لون ازرق. ممكن نجيب لون ازرق. ده حلو برضو كده. اعمل بصوا شايفين جبنا خيط من الربر. كمان جبنا شوية من اللي هما الورود الصغيرين دول. جبنا من القلب، جبنا من الحروف، وجبنا شوية من دول. شايفين يا جماعة بيبقوا حلوين قوي بقى في الألوان، في التشكيل، في الإكسسوارات والحاجات. وبرضه هنجيب أزرق. نجيب أصفر. مش كمل كده. اخترت الازرق والاسود والبينك، دي اللي اخترتيها. وبصوا اللون ده برضو جوجو اختارت حرفها في الحرف بتاعك يا جوجو. اهو اختارت الحرف بتاعها والحرف بتاعي. اللون ده ايه ده؟ اللون ده حلو قوي برضو. اللون ده عامل زي البصلي كده صح؟ نجيب لون. لا انت كنت تختار سيمون. الذهبي. الذهبي، هاتي الذهبي. لا اصفر. لا اصفر حلو. شايفين يا جماعة كمان في الذهبي. فظيع الاصفر. بصوا ده الفاتح، ده الغامق شويه بس حلو قوي. بصوا بقى الدرجتين دول يا جماعه. بصوا انتوا هتلاقوا هنا الوان ملهاش حل. شايفين الدرجه دي والدرجه دي؟ شايفين الاصفر بتاعه اصفر كناري كده تحفه. حلو قوي. شايفين يا جماعه؟ يعني انتوا لو جيتوا هنا المحل مش هتمشوا بصراحه من جمال الحاجات والوانها. الوانها تحفه بصراحه. شايفين؟ وكمان ممكن تعملوا في حاجات تنفع ان هي تعملوها حلقان. يعني جوجو اختارت الحلق الاخضر ده. شايفين الدرجه دي؟ علشان هي كانت لابسه جاكيت لونه. شايفين؟ شايفين لونه حلو قوي. تقدروا تعملوا حلقه او اصفر. جوجو اختارت الدرجه الصفرا دي. شكلها بيبقى حلو برضه. شكلها حلو جدا. تعمل شوية اصفر. يبقى احنا كده اخترنا ايه جوجو؟ صدقتي الالوان دي؟ اصفر وبامبا واسود، واللي هي الحاجات بقى اللي بتزين بيها كده. شايفين؟ دي معمول عليها علامة التيك توك كده. شكلها حلو برضو. وده ابيض سادة. ده حلو قوي. اخترناه برضو شبه بعض عشان لو عملناه في جوشة واحدة او سلسلة او كده. شايفين شكلها حلو جدا. شايفين شكلهم حلو. دي الدرجات اللي جوجو اختارتها. ناخدهم بقى كده مع بعضيهم، والحاجات دي برضو نبقى نحطها مع بعض. نشوف هنجيب اي شكل من الاشكال مثلا زي كده تاني او حاجة. حلو الاشكال اللي تحت دي برضو يا جوجو. بصوا انتوا هتحتاروا بصراحة تختاروا ايه، عشان في حاجات هنا تحفة. كل الاشكال اللي يعني ده حلو. المعلقة دي يا جماعة. بصوا شايفين كمان في درجات من الذهبي. الله ايه ده، تحس ان هو مش خالص. دلوقتي بقى يا جماعة احنا روحنا البيت. شايفين يا جماعة دي الحاجات اللي احنا جبناها. ده كيس المشتريات اللي احنا جبناه لما روحت البيت. طبعا لازم نحطه بقى في علبة او حاجة. فانا يا جماعة اختاروا معايا. عندي علبة الدبدوب الصغننة دي. شايفين صغيرة قوي مش بتكفي اي حاجة. فعندي في البيت فانا بفكر احط فيها الخرز. وكمان عندي العلبة دي شايفين برضو حلوة لونها اخضر كده وجميل. بس انا مش عارفة، اكتبوا لي في الكومنتات اني احلى. انا عن نفسي انا ارجح اللي هي على شكل الدبدوب الجميلة دي. تعالوا بينا بقى نرص الحاجات مع بعضينا. نفتح العلبة من جوه. هنجيب اول حاجة بقى نطلع الحاجات كده.
نشوف ايه الحاجات اللي عندنا، ايه الحاجات اللي جبناها وكده. شايفين دول حاجات للزينة، دي حاجات اشكال التيك توك كده، ودي اشكال ورود، وطبعا زي ما انتوا عارفين القلب المغناطيسي اللي اخترته انا وماما، وكمان اللون الابيض. شايفين الالوان يا جماعه حلوه قوي. شايفين الاخضر ازاي ده؟ شايفين بجد اخضر مطرقع وحلو قوي قوي، لونه غامق كده وجميل. ده ازرق، ده هو ده الازرق الصح يا جماعه، هو ده الازرق الصح. شايفين اسود، اسود صريح قوي وبمبق، يعني الوان غامقه، الوان غامقه وحلوه، واللون باين ان هي فيها الوان. شايفين كمان اللون البمبق ده جميل جدا بطريقه يا جماعه فوق الوصف. كمان طبعا اكيد مش هنسى الاصفر ده، عايزين بقى حاجات فواتح كده وحاجات كده، حاجات جميله. ماشي، عندنا زي ما انا قلت لكم دول للزينه، فدول هنخليهم نبقى نحطهم في الاخر. دلوقتي يلا بينا ندرس العلبه. انا بفكر احط دول عند الودان، تعالوا بينا نحطهم. نحط واحده عند الودان هنا كده، نشرها كده كده اهو، حطهم هنا كده. شايفين انا ايد اختين، شوفنا نحاول نحطهم كده هنا اهو. اوكي، هنبدأ بقى نجيب الالوان نفسها بتاعتنا. دولت احنا جبنا 6 الوان، هما اسود واخضر وازرق اصفر ابيض وبمبا. بجد لو جمعنا الالوان كلها على بعض حتى هتبقى حلوه. هنجيب بقى الوان مثلا نحط كده على الحواف بتاع الدبدوب كده، مثلا اخضر هنا، ازرق اي الناحيه دي كده، واصفر هنا كده مثلا. شايفين؟ ونحط بقى هنا من تحت، نحط دي الاول، نحاول نخش دي ونحط دي الاول كده. بعد ما نحطها هنا بقى من تحت اهو زي ما انتم شايفين، هنبدأ بقى نحط الابيض ونحط البامبا، وكده يكون الشكل النهائي للعلبة يا جماعة. شايفين شكلها كيوت قوي، شكلها حلو قوي. بص كمان بقى نقفلها كده بالغطا عشان نفضل محافظين على الخرز بتاعنا، وكمان وفرنا لان العلبة كانت كبيرة قوي وانا ما كنتش جايبة حاجات كتيرة قوي على قد العلبة. شايفين يا جماعة؟ نقفل كده العلبة اهو. شايفين يا جماعة شكلها من هنا كمان من تحت. بصوا شكلها من هنا جميل قوي، كيوت سو كيوت يا جماعة. حتى لو حطيتوها كده على درج المكتب بتاعكم او حاجة تبقى شكلها لطيف قوي وشكلها كيوت قوي. حتى لو حطيتوا جبتوا علبة عادية زي كده برضو ممكن حد يكتب في الكومنتات ان دي علبة حلوة برضو. انا عارفة ان كل العلب حلوة، بس انا اخترت اللي هي الدبدوب دي عشان تبقى احطها مثلا على المكتب بتاع المذاكرة، احطها جنب السرير، او احطها حتى اخبيها في مكان عشان ودلوقتي بقى يا جماعة بعد ما خلصنا هنبدأ بقى نكمل باقي اليوم طبيعي عادي. بصوا بقى هنبدأ ان احنا نعمل فوانيس رمضان بطريقة سهلة جدا، ويعتبر الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي زي كأنكم بجد ببلاش. بصوا هجيب لكم شوية حاجات. بصوا من كوبايات بلاستيك قديمة عادية بتاعة عصير قصب او كوكتيل او اي حاجة هنعمل بيها احلى شغل مع بعضنا. الو يا جماعه انا وجوجو النهارده هنعمل تحدي جديد، هنعمل فانوس رمضان، بس هنعمله بطريقه سهله وبسيطه ومش هيكلفنا حاجه. يعني لو عندك كوبايه بلاستيك من اللي هي بتاع كوكتيل او بتاع العصير تقدري تعملي بيها فانوس وتفرحي بيها ابنك. هنشوف الطريقه معانا ازاي يا جوجو، وهنشوف ازاي من الكوبايه اللي هي بنرميها في الباسكت دي نقدر نعمل تحدي جديد ونقدر نخليها احلى فانوس لاحلى اطفال واحلى جوجو في التاني. دلوقتي بقى يا جماعة احنا هنعمل اللي هعمله هتعمله معايا. هنجيب كوباية بلاستيك اهي، كوباية بلاستيك عادي هنغسلها وننضفها، هنقفلها وهنجيب غطا تاني دي نعمل لها الاول اهو القاعده بتاع الفانوس وهنحطها كده تبقى قاعدة الفانوس. وكده ده الشكل اللي طلع في الاخر، شكل الفانوس وجامد. ده غير بقى باقي الحاجات التانية. المفروض نلزقهم في بعض بالشمع عشان يلزقوا كويس. بس انا ما لقيتش مسدس الشمع بتاعي، فهي اتصرفت برضو. هنقدر ان احنا نلزقه بصباع الشمع ده. شايفين يا جماعة بنقاوم الظروف. مفيش حاجه تقدر توقفنا، كلها خامات بسيطه. حتى لو ما عندكيش المسدس
هتقدري ان انت تستخدمي صباع الشمع بالايه، بالولاعه. وبالولاعة او ادي كده عملنا اي ايه، اهو شايفين. القاعده بتاعت الفانوس. عايزين برضو ممكن يا ماما نحط من هنا شوية عشان ما يتفتحش من فوق. ممكن نحط حاجات شايفين؟ بسيطه. نحط نولعه كمان تاني. من فوق. يعني بصوا يا جماعه، اللي ما عندوش المسدس هيقدر ان هو شايفين بنحطه على الشمع يا كده. جماعة عشان يعمل. بصوا. ماشي يا جماعة، يلا بينا نكمل اللزق. كده خلاص عملنا الايه، يلا معلش الجزء الحتة ده. دي. يلا يا جوجو. فين يا جماعة، احنا بنتعب قوي عقبال ما نعمل لكم الحاجة بالجودة الجامدة دي. كده ده اول فانوس معانا، شايفين شكله تحفة قوي. ممكن لو مش عايزين الشراشيب دي براحتكم، ولو عايزين تحطوا هلال هنا عادي، لو عايزين نحط له بص، شريط ممكن. ستان نعلقه او حاجة. بص يا جوجو، ممكن كمان نعمل له من فوق كده زي ايد كده من فوق، نعملها كده من فوق، نعملها بالعرض. ناخد بس حتة كده. كبري شويه. شايفين يا جماعة، هنجيب حتة عادي اهي بنفس اللون اللي تحت او عادي. شايفين هناخد منها شريط كده اهو. مكان الشمع يا جوجو عشان الشمع يلزق ماشي بسرعه. اهي، بيبقى شريط زي كده عادي، ونروح جايبينه صغره كده شوية، نلزقه كده اهو مثلا في بعضه. شايفين من الفتحة دي، ننزلها كده لتحت، او لو مش موجودة احسن برضو. وبعدين ندخله كده اهو. انا سخنت صباع يبقى الشمع زي حاجة من هنا واقفة فيه. اعملي حطي بقى لي هنا الحتة نقطة، دي حطي لي هنا بسرعة يا نقطة. جوجو. يلا حطي لي بقى هنا. بصي دي ممكن نعملها كده يا جوجو. بصي عشان الشمع بس، حطي لي هنا. الشمع بسرعة هيلزق. حطي لي هنا، حطي لي هنا. هنحط اهو يا جماعة. شايفين بنعافر مع الشمع ده عشان برضو نعمل بكل الامكانيات، عشان في ناس ممكن يكونش عندها مسدس الشمع او كده برضو اهو. الاول نحط دي يا جوجو الايد بتاع الفانوس. بصي يلا بينا يا جماعة نبدأ نرسم في الهلال بتاعنا. بصوا ارسموه عادي نص دايرة كده، وجواها نص دايرة اصغر منها عادي جدا، يبقى سهل خالص ومفيهوش اي تعب او اي حاجة اهو. نبدأ نرسم كده، نبدأ نعمله اهو. ادينا عملنا اجمل هلال في ثواني. ايه رأيك فيه؟ تحفة يا جوجو. ممكن بقى نلزقه. يلا بينا نبدأ نقصه عشان نلزقه. نقص كده. يلا بينا نبدأ نقصه. هنبدأ نقص من هنا كده. نقصتها الأول في حتة صغيرة، بعدين هبدأ بقى أقصه اهو. شايفين؟ يلا بينا بقى نكمل على كده اهو. نقص الحتة التانية. حاول اتخنه برضو شوية في القص، عشان في حاجات مثلا لو ما ظبطتش في الرسم نظبطها ايه واحنا بنقص. ممكن نستخدم خرز برضه يا جوجو نعمل اشكال. شايفين يا جماعة ستيلها شكلها حلو قوي، اجمل هلال صغنن صدقوني. يلا بينا هنبدأ بقى نلزقه هنا كده، بيبقى شكله تحفة قوي بجد. انا بحب قوي شكل الهلال لما بيتلزق. يلا يا ماما بسرعة. احنا بنحاول يا جماعة نعمله بالشمع ده بس يعني اهو. يا جماعة بجد اللي ما عندوش مسدس شمع يحاول يجيب مسدس شمع. ارجوكم. ممكن نعمل احنا كل ده عشان من الفوم الفضي اهو، حتة صغيرة او حتة كبيرة عادي حسب ما انتوا عايزين اهو. ونبدأ بقى نقصقص كده عشان هنعمل دواير. نقص كده نصين ويبقى معانا حتة صغيرة زي كده، ونعملها بقى ندورها. بصي عندي فكرة حلوة كمان يا جوجو، هفاجئك بيها دلوقتي. يا رب استر، يا رب استر على ماما.
اهو طلع معانا شكله كيوت ده قوي، برضه عامل زي شكل النجمة. شايفين بيبقى حلو قوي. نحط كده، نحط كتير بقى. كان عندي شويه الكور دي. اه ممكن بقى يا شايفة؟ جماعة نفتح دي كده. اه دي اتلزقت ولا لسه؟ شايفه. شايفين بقى نحط جواه كمان، وممكن نحط من بره، بيبقى شكله خطير يا جماعة. اه الحقوني يا جماعة، بصوا لقيت ايه. لقيت توكة من القرون جواه. بصوا شكله جميل قوي. بصوا الكرة دي كمان، الكرة دي كانت بتنور، يعني هتلاقوا في اللعب اللي هي البايظة الصغيرة بتاعت اولادكم، اللي هي الكور الصغنونة اللي هي في اللعب دي اللي بتنور، ممكن تحطوه. شايفين شكله لذيذ قوي. شايفين شكله حلو قوي ازاي. اه ممكن بقى من فوق يا جوجو نلزق برضو. ممكن كمان من بره. نلزق بقى شوية كور كده من فوق بقى. من فوق. فين الشمع؟ شايفين. هاتي يا جوجو بقى عشان قبل ما الشمع يخلص نلزق كده بقى كام نقطة كده. لقيت بس انا الفتحة الرئيسية عشان هنحط جواها. ماشي الزقي بقى. نحاول بقى نلزق كام كرة كده. فوق. على فكرة يا جماعة الحاجات دي بتخلي الأطفال يبقوا مبسوطين، واحنا كمان بنبقى مبسوطين معاهم، لأن احنا بنعمل حاجات يعني بصوا شمعة. هي بالنسبة لهم شمعة عشان كده يا جماعة. دي انا اكتشفت ان هي من غير لزق، هي اصلا الفتحة بتاعتها صغيرة جدا، فانا رحت حطيت فيها على طول زي ما انتم شايفين كده. طلع معانا ده يا جماعة بالمنظر الجميل ده. شوفوا عملنا اجمل فانوسين في الدنيا. شايفين بمقادير وبحاجات بسيطة جدا، انا وماما عملناهم. وكمان احنا كمان هنحط شوية منهم عندنا في البيت. ممكن كمان يا جماعة تجيبوا حبل كبير او حبل نور او اي حاجة. وبصوا ممكن مثلا تجيبوا الحبل وتروحوا حاطين فيه دي وتلزقوه، وبعدين تكملوا بقى وتلزقوه وتكملوا كل الحبل وتعملوا منه فوانيس زي دي وتعلقوا في الشقة كلها فوانيس من دي. هتبقى شكلها جنان بجد يا جماعة. وكمان إعادة استخدام للموارد، وكمان حاجات بتدعم الطبيعة. شايفين يا جماعة شكل جميل ازاي، عامل زي لعبة الأطفال كمان يا جماعة. وممكن يا جوجو كمان نستخدمه ان احنا نحوش فيه، اللي هو المصروف اللي احنا هناخده في رمضان، ان احنا نحوش فيه لحد ما نخلص الشهر، وهيبقى حاجة جميلة. وممكن كمان نقدم فيه هدية للأطفال، سواء بونبوني شوكولاتة، وممكن نحط فيه نور صغنن. عارفة كمان ممكن مش نحوش فيه الفلوس بقى، نحوش قصدك الحلويات بتاعتنا. ممكن نحط فيه كل يوم مثلا. انا اشتريت شيبسي ومصاصة النهارده، احط هنا مصاصة هاكل الشيبسي. اشتريت بقى البانة بتاع احطه هنا. برضو هيبقى في اخر الشهر هتجمعوا حلويات كتيرة قوي قوي. بصوا سناني ما تسوس من كترها. لا بلاش حلويات كتير يا جوجو، عشان حلويات كتير بتبوظ السنان. احنا نعمل فيه ممكن ناكل حاجات مفيدة. ممكن مثلا بدل ما ناكل مصاصة او حلويات ممكن ناكل التمر طبعا شهر رمضان مشهور ان احنا بناكل فيه تمر، فبدل ما ناكل بقى مصاصة حلويات يا جوجو ناكل التمر كل يوم. نحوش فيه تمر. هقولك على فكرة حلوة، ممكن نحوش فيه كل يوم واحدة او اتنين، وكل يوم نفتح الفانوس بتاعنا ونطلع منه التمر، هتبقى حاجة جميلة وحاجة صحابي عاملين ايه؟ انا النهارده ماما عملت لي الاكله دي. شايفين سخنه قوي يا جماعه، بس قالت لي ان انا مش هفتحها، لازم انا اخمنها الاول وكمان اخمنها. وكمان قالت لي اقول لاصحابي على القصه النهارده، اقول لهم قصه، وكمان بعدها نقدر ان احنا نفتح العلبه الحله الكبيره دي. بصي يا جوجو بقى، انا مش هفتح لك الحله دي فيها محشي، وانا عارفاك ان انت بتحبي المحشي قوي، بس علشان تاكلي منه لازم تكافئيني وتقولي لنا وتقولي لكل اصحابنا قصه حلوه جدا. افتحي كده الاول الحله. 1 2. تفتكري محشي ايه ده يا جوجو؟ فلفل، كوسه، بتنجان، ورق عنب، كرنب. وانا مش بحب غير نوعين، هما كوسه وورق وكرنب، فتخيلوا ايه. يلا نفتح بقى، نقول 1 2 3 ونفتح. شكرا قوي مش قادره افتح. استني. 1 2 3. واو لسه نازله من على النار دلوقتي. الاثنين يا جماعه. بصي كوسه عامله ازاي. بصي عملت لك كل الانواع في حله واحده. شايفين يا جماعه. فلفل وكوسه وكرنب كله. حلوه قوي. ايه رايك؟ يلا يا اصحابي نجربه وندوق مع بعض.
سخن صح؟ سخنة قوي حسنان. مع اللسان برضه. يلا يا جوجو بقى، ما تتشغليش في الاكل واحكي لنا القصه بتاع النهارده. هو ده يكون بقى. اه هي مغريه بصراحه. امم يلا احكي لنا بقى القصه بتاع النهارده. قصتنا يا صحابي، كان في التلميذ ده كان عنده امتحان. فالمعلم زي اللي عندنا دلوقتي كده. فهو نقص درجتين. فالمستر قال له ده انت نقصت في التعبير، فانت كده ناقص درجتين في التعبير. فهو التلميذ كان متضايق جدا، فهو قال للمعلم لا يا مستر، حش لي الدرجتين دول وعدهم لي عشان انا مش بحب اني انقص. فالمستر بتاعه هو ما كانش عايز يخليه يكون زعلان، عشان هو عارف ان التلميذ ده شاطر وان هو فعلا كان ذاكر كويس. فقال له خلاص لو جبت لي شويه من تراب الجنه انا هديك العلامه الكامله. راح الولد فعلا تاني يوم قال له مستر لو سمحت يا مستر هديك حاجه. قال له عايز ايه؟ قال له اتفضل تراب الجنه اللي انت طلبته منه. قال له ايه ده؟ انت ازاي جبته؟ انت جبته منين؟ راح الولد ببساطه وبراءه شديده جدا يا صحابي قال له انا خليت يا مستر ماما تمشي على التراب ورحت خدت التراب اللي من تحت رجلها، وده كان تراب الجنه يا مستر. ونتعلم يا صحابي من القصه ان الجنه يا صحابي تحت اقدام الامهات، وان الامهات يا صحابي حاجه جميله جدا، وكمان بتعمل لنا محشي زي ده كده وبتفرحنا بالمحشي اللي زي ده كده وبالالعاب وبالحاجات، وكمان بالحب اللي بتدولنا. ونتعلم يا صحابي ان احنا نحب مامتنا كتير، وان احنا كمان يا صحابي نكون مجتهدين ونذاكر زي التلميذ الشاطر. دلوقتي بقى يا صحابي اقدر اقول لكم باي عشان اسرح بقى انا مع المحشي ده شويه. هسيبك انت طبعا يا جوجو في حله المحشي. طبعاً. بس القصه عجبتني جدا، يعني انت هتنفذي نفس اللي حكيتيه في القصه. ايوه طبعا يا صحابي احنا لازم نكون بنحب مامتنا طبعا. فعلا القصه عجبتني جدا يا جوجو، وعايزاك تعملي زي المستر والولد الشاطر. نقول لصحابنا ايه يا جوجو؟ دوسوا لايك واشتراك وعيشوا معانا الحياه مرتين. باي باي. هاي يا صحابي عاملين ايه؟ انا النهارده رايحه عيد ميلاد. بصوا واحده صاحبتي مبسوطه قوي، شايفين لبست التيشيرت الاحمر ده عليه جيبه سودا كده ستريتش ابيض وبلاك بوت كده، لون حلو قوي على بعض. ايه رايكم في الاوتفيت بتاعي؟ ارجوكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتس، لازم اعرف ايه رايكم في الاوتفيت بتاعي. لازم يا صحابي تحبوا اصحابكم، ولازم كمان لما يجي عيد ميلادهم تقولوا لهم كل سنه وانتم طيبين، ولازم كمان تهتموا بيهم. لازم كمان تبقوا مبسوطين لما تبقوا معاهم عشان انتم مطمنين معاهم. ولازم كمان لما تصاحبوا على حد لازم يكون حد كويس ويعلمكم حاجات كويسه. لازم كمان يا صحابي نهتم باصحابنا ونلعب معاهم دايما ونساعدهم ونساندهم في فرحتهم وفي زعلتهم وفي كل حاجه. انا بقول لصاحبتي كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وهي طيبه، كل سنه وكل الناس طيبه، كل الناس اللي عيد ميلادهم النهارده كل سنه وهم طيبين. شكرا لكم جدا يا كل صحابي وكل متابعيني عشان تتفرجوا على فيديوهاتي. ودلوقتي اقدر اقول لكم لازم تدوسوا اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في الاوتفيت بتاعي. دلوقتي اقدر اقول لكم باي باي يا صحابي.